السلام عليكم متتبعي الأوفياء القناة سفرة إسراء. وصفتنا اليوم طريقة تحضير الشباكية. ندوزو المكونات. بالنسبة للمكونات عندي هنا كأس ديال العنبة ديال الجنجلان مصهد ومطحون، كأس ديال اللوز، كأس ديال الزبدة ذوبة على النوازيط، كأس ديال الماء الزهر مع الزعفران، عندي كأس ديال الزيت ما بين الزيت النباتية والبلدية، نص كاس ديال الزيت البلدية ونص كاس ديال الزيت النباتية، معلقة كبيرة ديال القرفة، 2 معالق ما بين النافع وحبة حلاوة، معلقة ديال النافع ومعلقة ديال حبة حلاوة، صفر بيضاء، رشة ديال الملح، عندي هنايا مسكة حورة مدقوقة مع شوية السكر، وعندي هنا حكيكة ديال الكوزة. بالنسبة للدقيق عندي الدقيق كيلو و200 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات. بالنسبة للقياسات اللي خديت المكونات الاخرين، كأس ديال شاي العنبة اللي كيوزن 150 ملي. غندوزو هنا باش نضيفو المكونات الجافة. الدقيق غربل غنضيف فيه المكونات الجافة كما تشوف الفيديو، غنضيف ليها كأس ديال الجنجلان مصهد ومطحون، كما كتشوفوا هنا غنوضع النواشف هي الاولى. نضيف هنا كاس ديال الجنجلان وكاس ديال اللوز اللي مطحون بالقشور ديالو. هنا الجنجلان صهدتو طحنتو، اللوز خليته هكاك يعني خضر، طحنته بالقشور ديالو. القياسات كالشاي العنبه يعني كاس ما بين كاس ديال الجنجلان وكاس ديال اللوز. غنضيف هنايا قرفه ونضيف النافع وحبة حلاوة، معلقة كبيرة ديال النافع ومعلقة كبيرة ديال حبة حلاوة مصهدين ومطحونين، ونضيف القرفة والمسكة الحرة، ونحك الكوزة غير شوية يعني ماشي نضيفها كاملة، نحك شوية بحيث تحذف ليا الفيديو. انا غنخلط المكونات مزيان مع الدقيق حتى تندمج العناصر، عاد نضيف السوائل. بالنسبة للسوائل غنضيف هنايا كأس ديال الزبدة يعني مذوبة على شكل نوازيط، يعني حتى تحيد الزبدة تحيد من الماء، ذوبها على شكل نوازيط. نضيف هنا الزيت، نص كاس ديال الزيت البلدية ونص كاس ديال الزيت النباتية يعني مخلطين. غادي نخلطهم مزيان، نخلط المكونات مزيان هما الاولين، وضفت لهم معلقة ديال الخل، معلقة كبيرة ديال الخل، يعني ما تستعملوش الخل بزاف، معلقة كبيرة ديال الخل اللي ضفت ليها. نخلطوهم مزيان. غادي نبدا نخلط بهذه الطريقه مزيان حتى يندمج الدقيق مع دوك الزيوت اللي ضفنا مع الزيت والبلديه والنباتيه والزبده. بهذه الطريقه يعني باش تنجح لكم الشباكيه، يعني تكون الخليط مخلط مزيان بالقوام اللي ضفنا في الاول، وهاد الزيوت اللي ضفنا غادي نخلطوهم مزيان بهذه الطريقه كما كتشوفوا. نبسبسوه مزيان، غادي نغربل الخليط من بعد كما غتشوفوا في الفيديو ان شاء الله. هنا بعد ما غربنا الخليط مزيان يعني باش البقايا اللي كيكونوا ما مطحونش مزيان كنزولوهم باش كتنجح معنا الشباكيه بهذه الطريقه. كما شفتوا راه غربلته مزيان. هنا غنضيف السوائل، غنضيف كاس ديال الماء زهر، ونضيف صفار بيضاء، كاس ديال الماء زهر فيه زعفران شعره وشويه ديال الضامه ديال الزعفران الحر، نضيف صفار بيضاء، ولا خصني الماء راه غنضيف ليه الماء، يعني ضفت ليه دابا كاس ديال الماء زهر وضفت ليه الكاس الثاني ديال الماء. غنخلطوا الخليط مزيان حتى نتحصلوا على عجين متماسك، ونبداو نشكلوا منه كويرات باش نشكلوا الشباكيه ان شاء الله.
العجين خصنا ندلكوه مزيان بهاد الطريقة، يعني الدلك مزيان، وباش تنجح معاكم السباكية. السر باش تنجح معاكم السباكية، العجين خصها تكون قاصحة، ما تكونش رطبة بزاف. الا قصحتو العجين ديال الشباكية راه كتجي هشيشة، الا كانت العجينة رطبة راه كتكون الشباكية قاصحة. هذا هو السر ديال الشباكية. هنا بعد ما جمعت العجين كما كتشوفوا كيجي القوام ديالو على هذا الشكل، غادي نغطيه ببلاستيك ونخليه يرتاح واحد المدة ونشكل منه الشكل ديال الشباكية كما تشوفوا في الفيديو. هنا بعد ما خليت العجين ارتاح شويه شكلت منه كويرات وشكلتهم على الشكل ديال مربعات ديال المسمن. هنا ناخذ واحد كويره غادي نشكلها معاكم باش نوريكم الطريقه ديال التشباك، كتجي ساهله. غنبسط هنا العجين فوق سطح العمل بالدلاك بهذه الطريقه. هنا قطعته يعني التشكيله ديال الشباكيه. غنوريكم الشكل كيفاش نديروا واحد التشكيله ديال الشباكيه سهله. هنا البقايا اللي شاطو كنديروه في بلاستيك غذائي كنخليهم من بعد عاد كنرجع نخدمهم. كما كتشوفوا هنا الطريقه ديال التشباك سهله. كناخذ دوك جوج الاشرطه نديروهم مع جوج الاشرطه اللي باقيين. الشريط الخامس اللي بقى كنقرصوا بهذه الطريقه وكنشبكوها. كما كتشوفوا الفيديو راه واضح، غادي تشوفوا. غادي نعاود لكم نفس الطريقه موضحه في الفيديو. كما كتشوفوا قلت لكم كناخذوا جوج الاشرطه الاولى كنحطوهم في جوج اشرطه الثانيين. الشريط الخامس اللي كيبقى هو اللي كنقرصوا بهذه الطريقه. ديك الفتحه كنخشيو فيها الصباع بحال هكا كنفتحوها كتسع لينا الشكل بحال هكا. نتمنى الفيديو يكون واضح. من بعد ما ساليت التشباك ديال الشباكيه كما كتشوفوا الشكل ديالها هذا هو كيجي على هذا الشكل. غندوز باش نقليها. هنا درت مقله درت فيها الزيت تسخنات. نبدا نقلي الشباكيه ونديرها في العسل اللي حضرت معكم في الفيديو، راه شاركت معكم في الفيديو. نتمنى تجربوه، راه كيجي ناجح من التجربه الاولى. كما كتشوفوا النجاح ديال الشباكيه ملي كتلوحها في الزيت كتطلع الشباكيه. هذا هو السر ديال النجاح ديال الشباكيه. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر ونوريكم الشكل النهائي في طبق التقديم. رتل فديتك إنه ترياقي، رتل فديتك إنه ترياقي، هو نبع آمالي وفيه سباقي. جود أتم مدوده وحروفه، أدغم وقلقل أنت تدري الباقي. هذا الكتاب من الإله رسائل، قل كيف تقرأه على المشتاق.
أمعن بعين القلب قبل نواظر لتكون صاحبه على الأخلاق. أنصت لكل حدوده لأوامر، أمسك يدي بها وضم رفاقي. وإذا قرأت مواعظا خذني لها، ونواهيا عنها فشد وثاقي. أنا لا أريدك صاحبا حد الثرى، إني ادخرتك كي تكون الباقي. خذ ما حفظت بقوة، خذني أنا لننال ظلا عند يوم تلاقي. لننال ظلا عند يوم تلاقي. رتل فديتك إنه ترياقي، هو نبع آمالي وفيه سباقي. جود أتم مدوده وحروفه، أدغم وقلقل أنت تدري الباقي. أنت تدري الباقي. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال الشباكية اللي حضرت معكم. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء. ما تنساوناش من اللايك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم الجديد. كانت معكم سفرة ام اسراء، في امان الله.